أهالي مطروح حصروا اسم الشرطة وولعوا نار. إيه اللي بيحصل في مطروح؟ واقعة مؤسفة وحادث مروع في سيدي براني محافظة مطروح بعد مقتل شاب 30 اسمه حفيظ عبد ربه وشهرته فرحات المحفوظي من أبناء مدينة سيدي براني قبيلة المحافيظ. فرحات اتوفى النهاردة الفجر في مستشفى سيدي براني بعد إصابته بطلق ناري متفرق على إيد ضابط شرطة بيقال إنه اسمه أحمد وإنه شغال في اسم شرطة سيدي براني. الكلام ده وفقا لشهود العيان وللصحف المحلية في مرسى مطروح. شهود العيان بيقولوا ان اللي حصل عبارة عن مشادة كلامية بين فرحات والضابط. على اثر المشادة دي انهى الضابط حياة فرحات ب3 طلقات. الواقعة دي حصلت امبارح الثلاث 11 يوليو، بيقال انها حصلت في العصر وانها حصلت في احد المحلات التجارية. نقل بعدها المجني عليه لمستشفى سيدي براني لكنه توفى النهاردة الفجر. تم التحفظ على جثة المجني عليه في ثلاجة المستشفى تحت سيطرة النيابة العامة ومفتش الصحة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. حالة غضب شديدة انتابت أصدقاء وأهل الضحية وأهل المدينة بالكامل لدرجة أنهم راحوا اسم شرطة سيدي براني وحصروا الاسم وولعوا نيران في إطارات العربية حوالين الاسم وفي الشارع الرئيسي، وطالبوا بالقصاص من ضابط الشرطة اللي بيقال أنه احتمى بإحدى السكنات العسكرية. قوات من الجيش اتدخلت لتهدئة الأهالي ووعدت بملاحقة الجاني وتقديمه للعدالة. ولحد وقت تصوير الفيديو ده لسه مفيش أي بيان رسمي من وزارة الداخلية أو النيابة العامة. بتمنى يكون في تحقيق سريع في الواقع عشان نعرف أسبابها وإيه اللي دفع الجاني لقتل المجني عليه ولتهدئة أهالي سيدي براني. يا ريت يكون في توضيح للحالة الفردية الشاذة اللي حصلت امبارح، وربنا يصبر أهل الضحية ويغفر له ويسامحه. في النهاية سؤالي ليكم، تفتكروا ليه النوع ده من الحوادث زاد في التوقيت ده بالذات؟ بتمنى ربنا يحفظ مصر وشعبها ويظهر الحق إن شاء الله.